حبايبي الحلوين، النهاردة بقى فيديو تمام التمام مهم قوي. ازاي هنخلي الكبدة المجمدة بطعم وريحة البلدي بكل تفاصيلها؟ تابعوا معايا الفيديو للآخر وهقول لكم كل الأسرار والتكات للكبدة. كل سنة وانتم طيبين، العيد على الأبواب وهنعمل مع بعض الكبدة. سم الله ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. معانا نص كيلو كبدة مجمدة. بعد كده هنجيبها ونقطعها وهي مجمدة علشان نعرف نقطعها كويس. تمام. الكبدة المجمدة أنا بشطفها بس تحت الحنفية وبسيبها تصفى خالص خالص. هنجيب معانا معلقة زيت كبيرة وننزل بمعلقة ليا ضاني ونص معلقة دهنة. دهون اللحمة دي اسمها حلويات بتجيبيها من الجزار. وهننزل بفص توم صغير يدوبك يتحمر نص تحميرة، وهننزل بالكبدة المتقطعة قطع صغيرة زي ما تحبي بقى، شرايح أو مكعبات. الجلد اللي فيه جلدة شفافة على الكبدة حاولي تشيليها بإيدك وانت بتقطعي. هنشوح الكبدة كويس قوي على نار عالية علشان ما تنزلش ميتها ويتعكسك في الطبيخ. انا عايزة الطاسة سخنة قوي لما ننزل بيها بالزيت وحلويات المطبخ، زي ما يقولوا حتة ضاني حتة ليا ضاني على حتة دهنة صغيرة. ونقلب بقى الكبدة لغاية لما تاخد لون. ننزل عليها بالفلفل الحار وفلفل رومي عادي خالص، وعندك فلفل ألوان تنزلي بيه. أنا مبكترش البهارات في الكبدة، يا دوبك رشة فلفل، رشة كمون، كزبرة ناشفة، وربع معلقة سبع بهارات. ولو عايزاها بقى سبايسي بتحطي رشة شطة ناشفة فوق الوش. بتسيب الكبدة تتشوح مع الخضار بتاعها، ومتنسيش ان انت حطيتي فص توم في الاول. نقلب الكبدة بقى بعد ما تاخد من التوم والبهارات بتاعتها. زي ما قلتلكم ما نكترش بهارات علشان ما تغيرش طعم الكبدة. شايفين الكبدة ما نزلتش ميتها خالص خالص. الخضار اللي هينزل ميته بحيث انها تستوي في مية الخضار. نظبط بقى الملح بتاعها، والكبدة ما بتاخدش سوية خالص على النار. اهم حاجة في طاسة مفتوحة ما تتغطاش عشان بخار المية ما ينزلش في الكبدة، هيعجنها مش هتطلع مظبوطة منك. هندي تقليبة كده وتشويحة للكبدة على نار متوسطة بعد ما تكون نار عالية علشان تستوي وتبقى جوسي كده، ما تبقاش ناشفة معاكي. شايفين ما خدتش مني اي سوي. في ناس بتحط عليها بقى بعد كده فص توم وتقلبه، بس انا مش بحب التوم كتير في الاكل. فهنقلب بقى مع بعض كل الكبدة دي بحيث ان احنا نشوف استوت ولا لا. وزي ما قلت لكم مش بتاخد سوية خالص. كل اللي هيدوقها منك مش هيصدق ان دي كبدة مجمدة خالص. طعم وريحة بقى خطيرة تستاهل بقكم. يلا جربوها وقولولي في التعليقات ايه رأيكم في الطريقة. وما تنسونيش بقى في دعوة حلوة من قلبكم. ويا ريت يا ريت شوية طحينة كده وشوية جرجير وسلطة جنب الكبدة هيوديك في حتة تانية. وزي أمي بتقول فص ليمون عليها هيوديها في حتة تانية. تابعوني وما تنسوش لايك والشير ودعوة حلوة من قلبكم.